السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حتكلم عن أضرار التدخين. أضرار التدخين على جسم الإنسان. طبعا التدخين له أضرار كثيرة على أكثر من سيستم وجهاز في جسم الإنسان. من أمثلة هاي الأضرار مثلا ناخذ القلب. تصلب الشرايين ببساطة هو ناتج عن التدخين، أو السبب الرئيسي الأول اللي هو التدخين. فببساطة هاي تصلب الشرايين هي تغيرات ترسبات داخل جدار الشريان، بالتالي يحدث تضيق، ومن التضيق يعني يوصل مرحلة أكثر من 70% تبدي الأعراض. طبعا هاي الأعراض إذا الإنسان ما انتبه عليها وما راجع طبيب ممكن تنتهي بانسداد تام للشرايين التاجية، وبالتالي جلطة قلبية حادة واحتشاء عضلة القلب. لهذا يعني ينصح بأبد عدم التدخين. هاي أهمها على القلب. على الجهاز التنفسي يأثر ويدمر الحويصلات الرئوية، يقلل المناعة في الرئة وتكون عرضة لالتهابات. وأيضا لا ننسى خطر الأمراض السرطانية، عافانا الله وإياكم. كالجهاز العصبي أيضا لا ننسى، ونفس الشيء تصلب الشرايين يعني يدمر الشرايين المغذية للدماغ، وبالتالي حدوث الجلطة الدماغية. أيضا ممكن يأثر على الجهاز الهضمي، يسبب اضطرابات في المعدة والأمعاء، واضطرابات القولون العصبي، ممكن أيضا القرحة. وأتمنى من الكل يسمع أو يشوف هذا الفيديو انه يفكر في جسمه، في صحته، لان ما ممكن الرجوع للوراء. وكل يعني كل جيجارة وكل سيجارت يعني تترك اثرها يعني في جسم الانسان، يعني ما ممكن الرجوع عنها. فكل ما الوقت يكون مبكر في ترك التدخين كل ما افضل، بالتالي انه يقلل من الأضرار. وأتمنى يا ربي الصحة والسلامة للجميع.